ده هو تارو، عيل في اعدادي كحيان حبتين ومجنون شويتين تلاتة، وبنعرف انه مهووس بالقتل والتعذيب وكل ده وهو لسه عيل صغير ما طلعش من البيضة اصلا. لا وكمان بقى يتخيل انه بيعذب وبيقتل زمايله في المدرسة، خصوصا واحدة واللي اسمها مادو. وبنعرف ان مادو اصلا يا صديقي هي اجمل بنت في طوكيو كلها اساسا. وفي الفسحة تارو بيزهق من البشر وبيقرر انه يبعد وبيروح المكتبة يتغدى هناك، لكن بيتفاجئ بوجود مادو واللي بتسلم عليه. وهو قلبه بيدق وبيستغرب من ده لانه عايز يقتلها، فليه بقى قلبه يدق علشانها؟ وبيعمل نفسه مستخبي وبيسيبها في حالها وبيفضل يراقبها، وبيشوف انها بالرغم من جمالها ده الا انها عيلة عبيطة ومتخلفة اساسا. وبتبدأ في انها تعمل مشروع مادة الدراسات، وبيفضل يراقب تصرفاتها وبيكتشف انها محتاجة قطر، فبيجري عليها بسرعة علشان يديها القطر. وكل ده علشان يساعدها، مع ان القطر ده غالي عليه ومعتبره كنز تعذيب، والبنت بتشكره وقتها. والبنت بتخلص مشروعها يا برنس وبتنسى تديله القطر بتاعه، وتارو بيموت من جواه وبيعيط عشان كله الا الكنز ده. وتاني يوم تارو بيروح المدرسة وهو حاطط في دماغه انه عايز القطر بأي طريقة، ولما بيشوف ماضو بيلاقيها قاعدة مع زميلتها، واللي بيلغوا وقتها المشروع بتاعها وبيجيبوا مشروع تاني من حد وما عملوش حساب المجهود اللي هي بذلته، والولا بيتعصب لها وقتها. والواد تارو بيبقى هين عليه يقوم يقلب في خد العيال دي شاورما، لكن بيمسك نفسه وبيفتكر انه قاتل متسلسل وما ينفعش يحب الضحايا بتوعه. ولما بيبدأ تقديم المشروع تارو بيلاحظ ان مادو باين عليها ملامح الاكتئاب كأنها عايزة تموت حرفيا، وبيفهم انها زعلانة على المشروع. وبعد ما دورها بيخلص بيجي دور تارو وشلته، وتارو مش بيتكلم لانه مكسل اصلا، وبيبقى مركز مع مادو اكتر اللي بتعيط، ومن كتر ما دمه بيتحرق علشانها بيطلع سكينة وبيبوظ المشروع بتاعه، وبيبقى حرفيا منظره زي كيس الزبالة الاسود اللي مرمي في نص الشارع من كتر الاحراج اللي هو فيه. وبعد ما المشاريع بتخلص عمنا تارو بيبقى قاعد وسمع الشباب شغالين يتكلموا عن البنات، وكل واحد فيهم شغال ينقي عروسة، لحد ما في عيل فيهم اختار اكتر بنت تخينة في المدرسة واسمها لينا. وبعد كده بنشوف تارو وهو رايح المكتبة كالعادة علشان يفصل من جو الفصل، وهناك بيلاقي مادو برضه وهي قاعدة مع لينا. لا ده كمان الواد اللي بيكراش على لينا بيجي هو كمان، ووقتها بيبقى ناوي يعترف لها، لكن تارو بيبوظ الدنيا وبيوقع الكتاب بالغلط، ومادو بتقرر انها تعمل حركة ذكية لأول مرة في حياتها، وبتقول لهم ده اكيد قطة دخل المكتبة بالغلط، وبتجري تشوفها وبتشوف تارو وهناك بتعمل نفسها قطة وبتفضل تقول لهم مياو، لحد ما لينا والكراش بيقتنعوا وبيمشوا من المكتبة وهم ايديهم في ايدين بعض. وساعتها مادو بتبص لتارو وبتضحك يا معلم، وتارو بيبقى فاضل له تكة صغيرة وينتحر من كتر الجمال اللي هو شايفه. ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. وفي اليوم اللي بعده تارو بيبقى رايح المدرسة، وفي طريقه بيشوف مادو ماشية مع ولد تاني، وبيفتكر وقتها انه حبيبها والغيرة بتولع فيه، ولما بيقرب منه شوية بيسمع الحوار اللي ما بينهم اساسا، وبيكتشف انه مش حبيبها ده عيل شغال يغازلها وخلاص. وتارو بيجيب اخره من الغيرة، فبيقوم رامي عليهم العجلة بتاعته من فوق منحدر علشان يبوظ عليهم الجو، لكن بتيجي بنت غتتة من المدرسة تروح تفتن لمادو، وبتقول له وقتها ان تارو هو اللي رمى العجلة عليهم. وتارو من الكسفة بيقول لهم معلش نسيت ودوست بنزين بالغلط. ومادو بتموت على روحها من الضحك وقتها، وبتعجب شوية بشخصية تارو. وفي المدرسة تارو بيروح المكتبة وكل شوية يلاقي ان مادو موجودة هناك، وبكده تكون احتلت المكان الوحيد اللي هو بيهرب له لما الفصل يكون صداع. وبيفضل يتفرج عليها وبيلاقي انها جايبة نوع من الحلويات بتعمله يدويا اصلا، وده مش بيكون وقته انها تعمل حاجة زي ده اصلا، والحلويات دي عايزة مية علشان تعملها. فبتقوم ملكة غباء الكوكب مادو وتجيب مية، لكنها بتفضل تكب منها طول الطريق وبتستمر على الحال ده لحد ما بتغرق الارض كلها ميه. وتارو بيتعصب وبيروح يمسح الارض، ومادو بتقفشه وبتفضل تعيط وبتقول له والله كنت همسح الارض بس بعد ما اخلص. وتارو بيوصل لاعلى مراحل العصبيه وفي نفس الوقت السنبنه، وبيجري على الفراري علشان يجيب كوبايه ميه لمادو، لكن على ما بينزل يا معلم بتكون مادو اكلت وشربت وبتديله الزباله يرميها وبتمشي. انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ وده اصلا بيخلي تارو يفقد اعصابه وبيكون عاوز يقتلها في نص المدرسه حرفيا. وبيبقى اصلا بعد ما كان بيسيب عليها شويه دلوقتي مش طايق وجودها تماما، ومستغرب هي بتجيله المكتبه ليه لوحدها، وبتقعد تاكل زي الجاموسه بالرغم من ان عندها صديقه مقربه فشخ منها، ليه ما بتقعدش معاها. وبيشك ان مادو عرفت ان حاطط في دماغه انها واحده من ضحاياه، لكن مادو فجأة بتنادى على تارو وبتقعد معاه وبتقرر انها تبقى صاحبته، والدنيا بتبقى فل الفل لحد ما مادو بتسمع صوت صاحبتها بتزعق في الممر، فبتنزل تستخبى تحت الترابيزة بسرعة وبتعمل نفسها مش موجودة، وصاحبتها بتدخل المكتبة وبتفضل تدور عليها، وبتسأل تارو. تارو بيعمل نفسه من بنها، فبتقوم تقعد جنبه زي العجلة وبتقرر انها تحكي له قصة حياتها، وانها عندها حساسية من الحلويات والشيبسي والبيبسي، وعلشان كده تارو بتبعد عنها وبتاكل براحتها علشان ما تجرحش مشاعرها. وبتفضل تمدح في مادو، ومادو زي العبيطة بتطلع من تحت الترابيزة وبتفضح نفسها وبتمشي مع صاحبتها.
وتارو بيفضل يضرب كف على كف ومش فاهم حاجة وبيتجه للقاعة علشان الفصل بيجهز لأنه بيعمل مهرجان. والفصل بتاعه بالذات بيبقى مسؤول عن بيت الرعب، وهناك ماضو بتطلب من تارو انه يساعد لينا في رسم وكتابة اللوحات المرعبة. بس لينا مش بتخلي تارو يعمل حاجة وبتقوم تغسل ايدها، والواد السمب اللي بيكراش على ماضو ده بيمسك تارو وبيضربه لأنه كاتب اسم ماضو على قبر، وانه كده بيفول عليها وبيعمل مشكلة معاه علشان يبان انه ذكر وبيخاف على ماضو. بس بيتكسف لما لينا بتيجي وتقول له انها هي اللي كاتبة الاسماء وكاتبة اسماء الفصل كله عادي مش ماضو بس، وبتضطر انها تشيل الاسماء كلها بعدين. لكن ماضو بتقرب من تارو وبتعتذر منه على كل اللي حصل بسببها. وبتعدي الايام وبنشوف تارو قاعد في امان الله وبيحاول يالف روايه جديده ينزل بيها السوق بقى ويكسب فلوس. لكن كالعاده تارو صاحبنا مريض نفسيا ومتخلف، فبيكتب روايه عن شخص اتصاب بسحر اسود خلاه يمشي يقتل في الناس وخلاص. وبيقعد يصمم في الشخصيات، ولما بيجي عند تصميم البطله بيعملها شبه ماضو لانها اول بنت بتيجي في دماغه. واثناء ما هو قاعد متمزج في الرسم بيجي عيل سمب كده اسمه كيرو واللي بيكراش على ماضو وبيمسك تارو وبيقول له روح ودي الرساله دي لماضو يلا. وهنا تارو بيخاف ومش بيرضى يعمل كده لحسن الواد السمب ده يبقى كاتب حاجه منحرفه لماضو، وهنا تارو بيعمل فيها الجنتلمان وبيوصل الرساله لتارو، لكنها مش بتبقى الرساله الحقيقيه، ده بيديها الرساله بتاعته الشخصيه وهو بيخبي الرساله الاصليه في جيبه وبيهرب. اما ماضو اول ما بتشوف الرساله فبتفرح بيها جدا وبتتصدم في نفس الوقت. ويا عيني تارو بيجيله صداع من كتر ما هو حرفيا خلاص جاب اخره من الدراما اللي بتحصل معاه اخر فتره دي، وبيروح اوضه الممرضه يريح شويه. لكن هناك بيتصدم اول ما بيشوف ان ماضو هي كمان موجوده معاه، وبيفضل يتخيل منظرها وهي جثه ميته كده في ثلاجه الموتى. وهي بتساله انت جاي تعمل ايه هنا، فبيقول لها بس مصدع شويه، فبتقوم مطلعه 9 كيلو حلويات وبرشامه صداع فبتديها له. انا مش عارف لحد دلوقتي ازاي ماضو ما بقتش عجله بعد كل الاكل اللي هي بتاكله ده. وتارو بيرجع فصله في امان الله وبيستعد علشان ماتش كرة السلة في المدرسة هيبدأ، وكل شوية تصرفات ماضو بتثبت ليه ان ربنا مش بيدي كل حاجة. يعني عندك ماضو دي جميلة جدا لدرجة انها شغالة عارضة ازياء من وهي لسه في اعدادي، الا انها غبية غباء يكفي دولة بحالها. وبتبدأ مباراة السلة وعين ماضو بتيجي في عين تارو وبيسرحوا في عين بعض شوية ولا كأنه أجدع مسلسل هندي ملزق. لكن فجأة الكرة بتيجي في وش ماضو حرفيا بتكسر لها مناخيرها وبتفضل تنزف وتخرب الدنيا وبتروح بسرعة لأوضة الممرضة. وتارو بيلاقي نفسه من غير ما يحس بيجري علشان يطمن عليها مع انها مش عوايده، لكن من الكثفة بيجري يستخبى. وبيلاحظ اثناء ما هو مستخبي ان ماضو وقعت حاجة من جيبها وبتطلع انها الرسمة بتاعته اللي عطاها لها اساسا وانها محتفظة بيها. وقتها دموعه بتبدأ تنزل من كتر التأثر اللي هو فيه. وتاني يوم ماضو بتيجي المدرسة عادي كأن ما حصلش حاجة، لكن مناخيرها بتبقى متجبسة وبتزعل لأنها فوتت جلسة التصوير اللي كانت عليها. وكمان اللي بيزود الطين بلة ان كل ما حد يشوفها يسألها جرالك ايه كأنها اتحولت لوحش، وده بيأثر في نفسيتها جدا وبيخليها تعيط. ومن كتر العياط والبربرة بتخلص المناديل اللي معاها. وتارو بيروح المكتبة علشان عارف انها تيجي تقعد هنا لوحدها، فبيملي الكراسي والترابيزات كلها علب مناديل علشان ما يحسسهاش ان في حد بيراقبها. ده حب من اول منديل ده ولا ايه يا زميلي؟ وتارو بيكون حاسس بمشاعر غريبة اتجاه ماضو وبيفضل يقنع نفسه ان ده مجرد اعجاب بس، وانه ان شاء الله ما يكونش وقع في حبها ولا حاجة، والا والعياذ بالله هتكون امراضه النفسية وحبه للقتل بيبدأوا يتلاشوا واحدة واحدة. وهو مش عاوز كده لانه عارف ان الحب ده ممكن يدمر حياة البشر وشايفه حاجة وحشة. ده على اساس ان القتل ده كل يوم كده واحد بيقوم يقتل له 2 قبل ما يمشي. واثناء ما تارو قاعد بياكل في امان الله بيلاحظ ان ماضو بتبص عليه، ولما بيركز بيلاقيها شغالة تخبي الاكل والحلويات من الكافيتيريا في شنطتها. وبيعرف في لحظتها انها رايحة المكتبة دلوقتي، وهو بيجري وراها وبيلاقيها رايحة تعمل حلويات يدوية الصنع مرة تانية. فبيزهق منها وبيقول لها يا ست انتوا ما عندكوش مطبخ في بيتكم ولا ايه؟ ايش معنى المكتبة اللي بتطلعي فيها مواهب الطبخ بتاعتك؟ وبيضطر السمب زي الكلب انه يساعدها ويقول لها ما تروحوا قرة الاقتصاد المنزلي، وهي بتشوف ان دي فكرة حلوة، وما بيروحوا بيلاقيها مقفولة اصلا. فبيروحوا المعمل العلوم وهناك بيصنعوا الحلويات دي، لكن للاسف مستر العلوم بيقفشهم وبيروح محولهم لأوضة المدير. وبياخدوا عقاب انهم ينظفوا المدرسة، لكن بيلاحظوا وجود البنت اللي اسمها رين واللي خبطت الكرة في مناخيرها قبل كده، وبتكون عاوزة تقرب منها لكنها بتخاف وبتجري كل شوية. ومادو بتخلص تنظيف وبتروح المكتبة مرة تانية تكمل أكل زي الجاموسة، وهناك طبعا تارو لازم يبقى موجود. لكن بنشوف إن رين بتحاول تقرب من مادو علشان تعتذر منها، فبيروح يخترع أي حاجة تخليه يمشي بسرعة من قدام مادو. وساعتها رين بتاخد الفرصة وبتعتذر لمادو، ومادو أصلا طلعت مش عارفة إن رين هي اللي خبطت الكورة في وشها. مش بقولك يا صديقي ربنا مش بيدي كل حاجة. وفي الآخر مادو مش بتبقى مهتمة أصلا وبتتصاحب عادة على رين وبتديها شوية حلويات كمان. بس ده طبعا بعد ما بتبوظ الدنيا وبتغرق الارض اكياس ملبس فاضيه، والكل بيتلم علشان يشيل الاكياس دي من بعدها طبعا. وده لان لو حد عارف انها بتجيب حلويات المدرسه هيشلوحوها يا معلم.
وبعد انتهاء اليوم الدراسي تارو بيبقى مروح وشغال يفكر في ماضو وإصابة مناخيرها وإنها قد إيه أكيد مأثرة عليها في حياتها، وده لأن شغلها أصلا عارضة أزياء فأكيد مأثر عليها، وفجأة بتظهر قدامه وبيتمنى لو كان سرحان في $1,000,000. ومادو بتقرر تغلس عليه وتقول له وصلني بيتي بالعجلة الجديدة دي، وطبعا هو بيتدبس وبيضطر انه يوصلها فعلا، وبيبقى منظرهم كأنهم عبد الحليم حافظ وحبيبته مع بعض على العجلة، وفي الآخر بتديله شوية حلويات كتمن التوصيلة. اما تارو يا معلم ساعتها فبيتوتر على الاخر وبتبقى ركبه سايبه لان ده حاجه رومانسيه مش متعود عليها. وفي يوم عطله نهايه الاسبوع تارو بيبقى طالع مع اخته الكبيره في مطعم، وبيتفاجئ بان مادو واصحابها جايين نفس المطعم يا معلم. لا وكمان قاعدين في الترابيزه اللي وراه، وهو بيرمي ودانه معاهم وهي بترمي ودانها معاه، وبتعرف ان البنت اللي معاه دي هي اخته. وتارو من الاحراج بيعمل نفسه رايح يشتري سندوتش تاني، بس مادو بتجري وراه بحجه انها رايحه تشتري سندوتش هي كمان، بس بتتفضح لانها مش معاها فلوس فبتكذب وتقول انها رايحه الحمام في الحقيقه، وبتجري وهو بيفهم انها جايه مخصوص علشان تكلمه. وعلشان كده بيتخض وبيقول لنفسه هي هتبتدي تعجب بشاب مقيح وكحيان زيي ولا ايه يا ترى. وفي المدرسة الحاجة مادو بيودوها لأوضة الأخصائية المرة دي بتهمة إنها جايبة حلويات للمدرسة وموقعة كيس الحلويات في الأرض، بس تارو بيروح معاه وبيفضل يقاوح مع الأخصائي وبيعمل نفسه كأنه داخل في مناظرة في مجلس الشعب، وفي النهاية بيفوز في النقاش وبيطلع مادو براءة لدرجة إن الأخصائي بيقول أنا أول مرة أشوفك بتتكلم أكتر من 3 كلمات على بعض. وتارو بيبقى خارج، بس مادو بتشكره وتقول له خد شوية الحلويات دول كعربون شكر، وانت من هنا ورايح هتبقى الحتة المقربة ليا. وطبعا ده بالنسبة لتارو حاجة كبيرة جدا لأنه عمره ما كان عنده أصحاب قبل كده أساسا. وبعد كام يوم الأستاذ بيعلن في المدرسة إن بكرة في رحلة مدرسية اسمها رحلة العمل، واللي فيها الطلاب بيروحوا لأماكن الشركات والشغل وبيتعرفوا عليها ويكتبوا عنها تقرير علشان يحضروهم لسوق العمل في المستقبل. وصاحبنا تارو المريض بيبقى قرفان ومش طايق نفسه لأنه كان نفسه إنهم يلغوا الرحلة دي ويروحوا أماكن أحسن زي مسارح الجريمة المدفونة ومستشفيات الطب الشرعي وثلاجات الموت، واللي هي طبعا بتكون أحلى فسحة بالنسبة له لأنه عيل مريض نفسي. والمفروض إن الفصل يتقسم لمجموعات وكل مجموعة فيها 6 أشخاص، وطبعا تارو ملوش حد ينضم لمجموعته. فالواد السمب كيرو بيقول له يا ترى انا هشفق عليك واضمك لمجموعتي، وهو اصلا مجموعته مش مكمله 4 بالعافيه، يعني نص ثقتك كده يا معلم واحتل العالم بالراحه. لكن لما بيبصوا على مجموعه شله ماضو بيلاقوها 4، فبيقوم كيرو السمب بيجري عليها ويتحايل انهم يدخلوهم معاهم، والبنات مش بيكونوا عايزين يخلوه يشارك، وفي نفس الوقت الولد اللي بيكراش على لينا بيبقى وسط شله الولاد دي. فبيقوم عمنا تارو مخترع حركه ذكيه وقال للواد ده انه شاطر ودحيح، فبيروح يشترك مع شله لينا تخينه لانهم دحيحه، والولد بيفرح وبيوافق وبياخد معاه صاحبه، ومش بيتبقى غير تارو السمب وكيرو وماضو، وبتفرح لما بتلاقي ان تارو معاها في نفس المجموعه. بعدها طبعا ماضو ما بتصدق الفسحه تيجي، وهناك بتقعد مع لينا تحكي وهي بتاكل الحلويات زي الجاموسه. يا ترى البنت دي مرتبها كام على كل الاكل اللي بتجيبه ده؟ وبتفضل بقى تستجوب لنا وتقول لها ايه عرفت تشقط الواد ولا لسه، ولينا بتتكسف وبتقول لها لسه عايزه اعمل دايت علشان مليانه حبتين 73 كده، وماضو بتفضل تقنعها ان الواد بيحب المليانين. اما لينا فمش بتصدق، بس بتسالها اذا كان عندها حبيب هي كمان، وماضو بتعرفها ان ما كانش عندها قبل كده حبيب اصلا، وانها دلوقتي لسه سنجل كحيانه زي احدهم كده صديقي. وطبعا تارو بيبقى مستخبي ورا المكتبه وسامع ده، وبيتصدم ان موزه زيها ما عندهاش حبيب. بعدها بيفتكر انها غبيه فبيفهم ليه. واثناء ما لينا وماضو بياخدوا سيلفي مع بعض بيلاحظوا ان في بورس طالع في الصوره كده وراهم، وبيفتكروا شبح لكن بيطلع تارو، وبيرتاحوا نفسيا لما بيعرفوا انه تارو، وبيعاملوه معامله. ولما خلاص الكل بيبقى مروح بيته الدنيا بتمطر عقبال عندكم كده، والكل بيبقى معاه شمسيات والحبايب بيروحوا تحت نفس الشمسية، وتارو بيلبس بالطو المطر وبيمشي، لكن بيشوف ماضو واقفة وحدها من غير شمسية وبيفهم انها ناسية شمسيتها، فبتجري هي عليه وتقول له هات البالطو بتاع المطر ده هجري بسرعة اجيب شمسية واجيلك، وهو بيسمع كلامها وبيديلها البالطو فعلا. وهي بتمشي بس بيبص جنبه بيلاقي ان الغبية ناسية الشنطة والمحفظة، فبيجري الولا يعاني تحت المطر يديها شنطتها، وهي بتقول له شكرا افتح الشنطة بقى وهات المحفظة، وهو بيفتح الشنطة بيلاقي فيها شمسية عادي، وماضو من الكسفة بتقول له دي مكسورة، وهو بيتفهم ده وبيطلع لها المحفظة وبيروح المدرسة بسرعة علشان يستناها. لكن لما بيشوف الشمسية بتطلع مش مكسورة ولا حاجة، وبيستنتج انها عايزة تتلزق فيه وخلاص، ولما بتيجي بيفهم ان استنتاجه كان غلط وانها راحت علشان تشتري حلويات. ده انت لو عايزة تموتي بدري مش هتاكلي كمية الحلويات دي كلها. وفي اليوم اللي بعده بيروح رحلة الشغل دي، وبتكون في شركة الانتاج المانجا، وهناك تارو بيجيب سلسلة مانجا عن القتل طبعا، ومادو بتلاحظ ده، وبعد الرحلة بتسيب المجموعة وبتروح مع تارو لمحل مانجا علشان تشتري ليه واحدة هدية، لكنها بتغلط وبتفوت المترو هي وتارو، بيضطروا انهم يفضلوا مع بعض لوحدهم.
واول ما بيفوتهم المترو تارو بتجيله مشاعر الفرحه انه قاعد مع مادو، بينما مادو بتفضل تعيط زي العيال الصغيره، وهو بيتكسف لانه بيفتكر انها بتعيط علشان ما بين كل البشر اتدبست معاه، وهو بيروح يشتري لها مشروب شاي بحليب يمكن تسكت وتحل عن دماغه شويه، وبيعتذر لها ان المترو فاتهم بسببه، بس مادو بتفرح بالشاي بلبن كانها فازت باليانصيب ولا حاجه. ده غير ان تارو بيطمنها ان المترو التاني هيجي بعد 7 دقايق، وبالفعل اول ما بيجي بياخدوا المترو، وهناك بقى مادو بتفضل لازقه في تارو، وده على غير العادة طبعا، وكأنها قاعدة مستمتعة بوجودها معاه. وأول ما بتنزل بتقابل المجموعة بتاعتها، واللي ما بينهم صاحبتها المقربة واللي بتفضل تعيط لأنها سابتها ومشيت. وتارو بيفكوا من كل ده وبيروح بيته، وتاني يوم بيصحى يفطر قبل ما يروح المدرسة، وبيفضل يحكي مع عيلته عن الرحلة وإنها كانت معفنة وزبالة، وده علشان ما راحوش أماكن مميزة زي مدفن الأستاذ هوجي الساموراي اللي مليانة عفاريت. وأخته بتفضل تضحك وتقول له مالك ياض الأيام دي بقى عندك شغف وبتحكي كتير ليه؟ انت شكلك بقيت بتستمتع بالمدرسة وبتعمل حاجات من ورانا يا خلبوس. وتارو اللي أمه بتقف في زوره يعاني من الصدمة، وبيستوعب الكلام اللي أخته قالته، وإنه فعلا بقى يستمتع بالمدرسة وشايف إن في مغامرات بسبب ماضو. وبيتجه للمدرسة، وهناك بيلاقي ماضو واقفة على البوابة من غير سبب، لكنها أول ما بتشوفه بتدخل المدرسة وكأنها كانت مستنياه مخصوص، وبتفضل ماشية وراه. لما بيسألها هو فيها ايه بتقوم مطلعة من شنطتها دستة مانجة قتل وتحريات وجرايم، وبتديها له وبتقول له خد اقرأهم، وهو بيقبل منها المانجا دي وبيكمل ماشي في أمان الله، وهي مش بترضى تسيبه غير لما يقرأهم يا معلم. ولما بيروح البيت بيجي يقرأ واحدة منهم بيلاقي فتافيت بسكوت وحلويات واقعة من وسط الورق بتاع المانجا، فبيقرف من كل حاجة وبيسيبها وينام. انا تقريبا لو مكان مادو دي كان زمان عندي السكر وانسداد شرايين من زمان قوي. وتاني يوم في المدرسة الحاجة مادو بتفضل تزن على تارو وبتقول له انت هتخلص قراية المانجا امتى، وهو من الزهق من زنها بيقعد يقراهم على السلم، بس كيرو السيمب بيقعد جنبه وبيفضل يقول له مالك بمادو يا معلم انت ملزوق فيها كده ليه؟ وتارو بيخاف منه وبيفهمه انهم مجرد اصحاب بس، وكيرو بيشك فيه لكنه بيعرفه انه معجب بيها وعايزها، ولو سمع انه بيحبها هيشلوحه يا معلم. وتارو بيخاف وبيروح المكتبة، وهناك بيلاقي مادو زعلانة لأنهم علقوا على المكتبة يافطة ممنوع الأكل، وكده السبب الوحيد اللي بيخلي مادو تروح المكتبة اتلغى أساسا. وتارو بيزعل، بس مادو زي البهيمة بتقوم مطلعة شوكولاتة وبتاكل في نص المكتبة كأنها ما شافتش قبل كده أكل في حياتها. وأمينة المكتبة بتبقى معدية، وتارو بيقلب فيها نينجا برو ماكس اكس بوكس وبيقوم ماسك ايد مادو كأنهم بيحبوا في بعض، والأمينة بتتكسف وبتمشي، وده لأنها بتفتكرهم بيتوعدوا وما تعرفش إن تارو بيخبي الشوكولاتة في إيده أساسا. ومادو المقرفة يا معلم بدل ما تشكره بتقوم ملحوسة باقي الشوكولاتة اللي اتفعصت جوه إيدها. وفي البيت بقى والدنيا اجازه في نهايه الاسبوع، عمنا تارو مش بيعرف يفكر في اي حاجه غير ماضو، وبقت واكله كل عقله حرفيا الفتره دي. وبما انها مشهوره فبيروح يعمل عنها سيرش في جوجل، وبيكتشف انها زياده عن كونها عارضه ازياء لانها كمان بتطلع على التلفزيون في البرامج، وبيكتشف انها هتيجي ضيفه في برنامج دلوقتي على التلفزيون، وبيجري زي العبيط على التلفزيون يفتح القناه وبيفضل يتفرج على امل انه يشوف ماضو على التلفزيون، لكن للاسف البرنامج بيكون خلص وقتها بيزعل جدا يا عيني. وفي المدرسه بيجي وقت حصه الالعاب، وهناك بيبقوا وراهم سباق ال100 متر، وتارو في لحظتها بيدرك انه فعلا وقع في حب ماضو، لانه فجاه بقى بيحب المدرسه ويحب الحياه، لكنه مش عايز يبقى حبيبها ولا حاجه. وبتبدا مسابقه الجري، وتارو بيبقى سابق ماضو ومش عايزها تغلبه، لكنها بتمسك فيه علشان هي وليه غشاشه. وتارو من التوتر مش بيعرف يجري كويس، وفي الاخر بيوصل اخر واحد، ده حتى لنا التخينه بتسبقه، وروح موت بقى ولا شوف انت هتدفن نفسك فين. وتارو من الزعل بيطلع الفصل، وبيكتشف انه اخد الجاكيت بتاع مادو بالغلط، وبيبقى عايز يرجعه لها لكن مفيش فرصه بتقوله انه يعمل كده، لحد ما بتيجي حصة الرياضة والمستر بينادى على كيرو ويحل مسألة، وتارو بيدرك ان كيرو لو شاف مادو لابسة نفس اللبس بتاعه هيقطعه 100 حتة ويرميه في الزبالة، فبيزعق في نص الفصل وبيروح هو اللي يحل المسألة ويعمل نفسه عبقري زمان، ولكنه بيحلها غلط في الآخر، وبيخلي الكل يضحك عليه وشكله بيبان زي البوكسر في نص الفصل حرفيا. بس المهم ان كيرو ما يعملش منه بطاطس محمرة علشان الجاكيت اللي اتبدل معاه ده، وبيرجع لمادو الجاكيت بتاعها وهي بترجع عليه الجاكيت بتاعه، ومادو اصلا كانت عارفه ان ده مش الجاكيت بتاعها، بس هي بتتلزق في تارو والبعد مش بيحس اساسا. وفي اليوم اللي بعده في المدرسه تارو بيروحوا بيلاقي الدنيا مقلوبه لان مادو جالها فرصه تمثيل كبيره وهتمثل فيلم مع ممثلين كبار، وتارو بيبص على مادو وبيحس انها مش مبسوطه، وبيفكر في انها قد ايه هتبقى وحيده وانها خلاص كده هتوصل وتحقق احلامها وكمان هتسيب الباقي في الزريبه دي. وبيجي المستر يقطع حبل افكار تارو ويقول لهم يلا قرعه تحديد الاماكن، وكل واحد يسحب ورقه بالمكان اللي هيقعد فيه في اخر الترم. وتارو بيدعي بكل ديانات الكوكب انه تحصل معجزه ومارو تبقى قريبه منه، وفعلا دعوه بتستجاب وماضو وبتقعد قدامه، وللاسف كيرو السيمبي بيقعد جنبها. اما بقى لنا التخينه فبتبقى قاعده جنب تارو، وتارو بيبقى فرحان بس يا فرحه ما تمت لانه بيكتشف ان الانسه ماضو قد الحيطه ومش شايف السبوره منها،
ولينا بتلاحظ ده فبتروح تلزق جنبه علشان ينقل منها الملاحظات من الكشكول وهو بيفرح وبيحس ان الاستاذه لينا طيبه اطيب من الفنان بهاء سلطان كده. ومادو بتشوف ده والغيره بتشعل الفا وبتتقمص ومش بترضى تكلم تارو لحد ما هو بيفتح معاها سيره الفيلم، وساعتها بترجع على طبيعتها وبتفضل تتكلم عن الفيلم وبتبقى متحمسة جدا وبتزن عليه انه يبقى يتفرج على الفيلم مع انه هيتعرض بعد سنتين 3 كده، وممكن خلال السنتين دول محدش فيهم يبقى مع التاني اصلا. وبتعدي الايام والانسه مهضو وبتبقى قرفانه من حياتها لان صاحبتها المقربه شوشو جالها نزله برد وبتغيب من المدرسه، ومضو بتحس بفراغ من غيرها. لكن اخيرا بعد ما بتخف شوشو وبتيجي المدرسه، مضو فجاه بتفضل تتفشخر قدامها وان درجاتها بقت عاليه الايام دي. وفي الاخر شوشو بتكتشف ان مضو كانت بتخلي تارو يذاكر لها طول الفتره اللي فاتت اساسا، وبسبب كده شوشو بتروح المكتبه مع مضو المره دي علشان تتعرف على تارو كويس وتشوفه وهو بيشرح رياضيات لمضو. وشوشو بتبقى مستغربه ان تارو ده عادي بيتكلم وبيضحك زي الناس لان طلع عليه سمعه زي الزفت انه عيل اصلا عبيط وهبل ومتوحد للاسف، ويا ريتهم يعرفوا انه مريض وعايز يموت الناس مع انه طوله يعني ما يتعداش المتر ونص اساسا. وبتبدا بقى شوشو تنشر غسيل مادو الوسخ قدام تارو وتعرفه قد ايه مادو اغبى مما باين عليها اصلا، وبتفضل تحكي له مواقف عبيطه كتير، وتارو من كتر اللي بيسمعه يا معلم بينفجر ضحك عليها. لكن سرعان ما بنكتشف ان النهارده يوم مقابله اولياء الامور بالمدرسين وكده، امه هتيجي المدرسه وهو من النوع العيال العبيطه اللي بتتكسف من وجود امه معاه، وسبحان الله القدر بيختار ان امه تقعد جنب مادو وامها. وتارو اول ما بيشوف الحاجه ام مادو بيتصدم انها مزهه هي كمان، ومادو اول ما بتعرف ان الست دي هي ام تارو بتفضل تحكي معاها وتديها حلويات وبتبقى الدنيا سمنه على عسل. وبعد ما بتخلص من المقابله دي تارو بيفضل يهرب من امه بسرعه، وامه بتبقى عايزه تستفسر عن البنت اللي كانت قاعده جنبها دي، وهو بيقول لها دي زميلة مادو عادي يعني، وبتطلع زي القضا المستعجل وراه وبتخضهم وبتجري. وفي المكتبة مادو بتروح توري تارو الحلويات اللي امها عطتها ليها وبتطلب منه انه يكمل مذاكرة علوم ليها، والغبية اصلا ماسكة كتاب التاريخ يعني مفيش اغبى من كده في الحياة. وفي نهاية اليوم عمنا تارو بيبقى مروح البيت بس الدنيا بتمطر تاني فبيجري بسرعة بالعجلة وسط المطر، وبيقابل مادو في الطريق وهي ماشية فبتقرر انها تعمل حركة ذكية وانها تفضي كيس الحلويات اللي معاه وتلبسه في راس تارو عشان ما يتبلش من المطر. انا بتمنى من كل قلب انك ما تفكرش تاني يا مادو. وتارو بيعمل نفسه بيشكرها وبيوصلها للمكان اللي هي عايزاه وبيرجع بيته، لكن بيكتشف انها ناسيه كيس الحلويات بتاعها معاه، فبيرجع زي الكلب تاني علشان يرجع لها الكيس وبيرجع بيته من تاني. بس للاسف بعد شويه بيحس انه تعبان جدا وبينام وبيفضل يحلم احلام غريبه وكوابيس فيها مادو، واما بيصحى بيكتشف انه اتصاب بالحمى وبيغيب من المدرسه، ومادو بتروح تطمن عليه وتزوره في البيت، وهو مش بيبقى عامل حسابه من التوتر لانه قاعد بلبس البيت المعفن، بس بيقول لها اتفضلي اشربي خربوش شاي، وهي بتوافق. وهو على ما بيحط الكاتل يسخن بيطلع يغير هدومه، بس طبعا زي ما احنا عارفين ان في اليابان بيعاملوا نزلة البرد على انها شلل رباعي. وتارو بيغمى عليه فجأة ومادو بتقلق اما بتشوفه اتأخر فبتطلع تشوف ماله وبتلاقيه مرمي على الأرض وبتشيله زي العيال الصغيرة وتنامه كأنه ابنها. وتارو بيفتكر ان كل ده حلم اصلا، ولما بيفوق بيرجع المدرسة عادي ومش بيدي اي وش لمادو لانه غبي، وكان فاكر ان زيارتها اللي كانت حلم كل ده اساسا. وبيخلصوا الحصص وبيقعدوا في المكتبة، وهناك مادو بتحب تعمل فيها روشة طحن وبتقول لتارو انت محمل واتس ولا ايه ما تجيب رقمك كده، بس هو بيعمل فيها تقيل وبيخاف يديها رقمه احسن تكون بتتريق عليه ولا حاجة، وهي بتتضايق وقتها وبيرجعوا للفصل. وشلة أصحاب مادو فجأة بيقرروا إن كل واحدة فيهم عايزة حبيب قبل الكريسماس، وإنهم لازم يتوصلوا أكتر مع أولاد علشان يعرفوا يشقطوا العريس المستقبلي. ومادو ما بتصدق وبتروح عند تارو، بس صاحبتها بتقول لها إيه القرف ده، شوفي لك حد يليق بيك يا ستي، وبتاخد هي رقم تارو بدلها. ومادو دمها بيتحرق من الغيرة، بس صاحبتها بتزقها على تامر أغنى ولد في المدرسة كلها، وبتقول لها هي دي قيمتك يا بنت روحي اشقطي يلا. وطبعا تارو بيحس ان دمه محروق هو كمان فبيزعق من غير سبب، ومادو بتفهم انه غيران وقتها وبتفكها من تامر وبتروح تقعد مكانها عادي. وتارو بيبقى مش طايق نفسه وبيروح المدرسة تاني يوم على نفس الحالة دي، وبيتصدم ان في شاب وسيم قاعد بيشقط مادو وصاحبتها الساعة 7 الصبح كده من قبل ما حد يفكر حتى. والكل بيبقى فاهم نوايا الشاب ده وانه عايز يشقط مادو لوحدها، بس بيبقى عامل نفسه بيعزمهم على العشاء هي وصاحبتها العبيطه بتوافق، بينما مادو بتزعق وتقول لها والله ما انا رايحه في اي حته، فصاحبتها التانيه بتتصل ببنت تانيه تروح معاهم، وده علشان هي غبيه ومش فاهمه ان الولد بيستغلها كطعم يوصل بيها لمادو اساسا. ومادو بتتقمص وبتروح المكتبه، وهناك البنت اللي الواد الغني مشغلها عصفوره عنده بتروح لعند مادو وبيسألوها إذا كان عندها حبيب، وهي بتقول لهم لا، وهما بيفتكروها إنها بتهزر وكده، بس هي من كتر العصبية بتزعق فيهم وبتقول لهم لا بصوت عالي لدرجة إنهم بيتخضوا وبيمشوا، والبنت العصفورة بتجيب الواد الغني يشوف الموضوع ده، بس مادو أول ما بتلمحه جاي بتروح تقرب من تارو بسرعة، والواد الغني بيفتكر إن تارو حبيبها وبيمشي وهو ناره مولعة.
بينما تارو مش بيبقى فاهم ايه اللي حصل ده، وبيقول لمادو انها تبعد عنه علشان محدش يعايرها انها مصاحبه عيل قزم وعبيط زيه. واما بيروح البيت بيفتكر حوار الواد اللي بيستغل شوشو علشان يشقط مادو، وبعدها بيفتكر ان مادو كمان بتستغله علشان تبعد عن الولد ده. ومن ساعتها بقى يا معلم وهو بقى يتجاهل مادو الكام يوم كده ولا بيعبرها، ومادو بتعيط مش بتفهم ايه اللي بيحصل ده. فبتفضل تجري ورا تارو وبتبكي وبتعتذر اذا كانت زعلته في حاجه، وهو بيقعد لحظه مع نفسه كده وبيدرك ان مادو اغبى من انها تفكر تستغله اصلا. فبيرجع يكلمها عادي، وهي اخيرا بتاخد رقم الواتس بتاعه وبتتفق معاه انها تقابله بكره تديله باقي مجلدات المانجا قبل ما يسافر لعيله ابوه في اجازه الشتاء. وبالفعل تارو بيروح يقابل مادو علشان ياخد منها المانجا، لكنه بيجي قبل الميعاد بساعه علشان هو خايف، وفي الاخر بيلاقيها قاعده مستنيه اصلا هي كمان. وبيروح يكلمها وياخد منها المجلدات، بس هي مش بترضى تخليه ياخدها بسهوله، وبتحكم عليه انه يروح معاها الكافيه. وبتنزل شويه بانكيك يا معلم كده، وبتقلب الموضوع لديت من ورا تارو، وتارو بيروح معاها زي الكلب وبيفتح المنيو، وهناك بيتصدم من الاسعار، وبيفتكر انه كحيان حقير مش معاه غير 20 جنيه في جيبه ومنهم حق المواصلات، فبيعمل نفسه راقي وبيطلب قهوه ساده وبيشربها وهو بيطفح المرة حرفيا. بعدها بيبقى عايز يمشي خلاص، بس برضه ماضو بتجرجره وتودي معاها محل الملابس، وده علشان تشتري هدوم، وبتفضل تاخد رأيه تشتري ايه وما تشتريش ايه، وهو مش بيبقى مهتم بربع جنيه لحد ما بيتصدم ان اخته جايه نفس المحل. والموضوع ده بالنسبة ليه كاسفة، لو اخته عرفت انه جاي هنا مع بنت فبيستخبى بسرعة مع ماضو في غرفة تغيير الملابس، وبيستنى لحد ما اخته تمشي، لكنه بيعجب جدا بالفستان اللي مادو لابسها لدرجه انه اول مره يمدحها، ومادو من الفرحه مش بتصدق نفسها، وبتروح تشتري الفستان بسرعه وبتمسك تارو وبتفضل تلف بالمدينه كلها حرفيا بعد ما بتمسح بيه البلد طول اليوم، بتعتذر لانها جرجرته معاها، وبتمسك ايده وقتها في لحظه رومانسيه وبترجعه لبيته، مع ان المفروض العكس يعني، وبتفضل تحايل فيه، وبتعمل شوشو مضحكه علشان تفرحه، يعني عشنا وشفنا البطله هي اللي اخد دور البطل. وتارو بيسافر بعد كده هو وعيلته لعند جدته ام ابوه، هناك جدته بتستقبله وبتبقى مش متحمسه بربع جنيه، لحد ما بيفتكر ان مادو قالت له انها نفسها تشوف التلج، فبيروح مصور لها منظر التلج من الشباك، وبينزل من البيت مخصوص يتمشى لحد الغابه، وبيصور لها المنظر من كتر ما هو منسجم، بيروح متزحلق زي العبيط من فوق منحدر جليدي. وبعد كام ساعه كده بتعدي اخته بتفضل تدور عليه في وسط الغابه، لحد ما بتلاقيه واقع من فوق منحدر، وهو بيصحى وبيفتكر ان مفيش اي حاجه، وبيسند على ايده، وبيكتشف الحقيقه المره وهو ان ايده اتكسرت اساسا، وبيروح زي العبيط المستشفى من اول يوم سفر، وبيبعت الصوره وايده مكسوره لمادو، وبالليل مادو بتتخضى عليه وبسرعه بتتصل بفيديو كول، بس هو بيخاف لان اخته نايمه جنبه، فبيرد وخلاص وبيعرف مادو ايه اللي حصل، بس فجاه اخته بتصحى من النوم وبتشوف المزه اللي بيكلمها دي، وبتقول له انا معاك يا اسطى، ماشيه معاك زي الحلاوه يا عم، وبتروح تكمل نوم تاني. وتارو من الاحراج بيخرج يكلم مادو بره الاوضه، وبيعرفها انه رجع طوكيو تاني بسبب انه عبيط وكسر ايده، وبالفعل تاني يوم بيستعد للسفر، بس بيشتري الاول لمادو هديه يديها لها لما يرجع. ولما بيوصل طوكيو بيقول لاهله انه راح يرجع مجلدات المانجا دي لصاحبها، وبيتمشى في الشارع بيلاقي مادو قدامه، وانها هي اللي كانت جايه تزوره، ده غير انها معاها كلبها، وبتروح معاها الحديقه، وهناك تارو بيبقى متردد اذا كان فعلا يديها الهديه ولا لا، وبيرجع لها مجلدات المانجا والشال اللي نسيته معاه، بس هي بتوضح لانه في الحقيقه هي كانت عايزه تديله الشال ده لكن كانت مكسوفه، وهو بيتفهم ده وبيفرح فبيديلها الهديه اللي كان جايبها لها، ومادو العبيطه من الفرحه بتقوم ترقص. وتارو بيمشي خلاص، بس الاول بيروح سوبر ماركت يجيب مشروب، وهناك بيلاقي الواد الغني اللي بيكراش على مادو، والواد ما بيصدق يمسك فيه ويخليه يروح معاه مطعم بالغصب، وهناك العصفوره اللي شغاله معاه وهي نونا صاحبه مادو بيبقوا موجودين الاتنين، ودول بيسيبوا تارو وبيمشوا، والواد بيفضل يقول لتارو اديني رقم مادو وانا مش هقول لحد ان خدته منك، وتارو بيرفض تمام الرفض، والبنت نونا بتيجي وبتنقذه وتقول له تعالى وصلني البيت الدنيا بقت ليل، وتارو فعلا بيروح معاه وبيعرفها انه بيحب مادو، ونونا بتقول له ما الكوكب كله عارف يا ابني، ده واضح للاعمى، وبتسيبه وبتمشي. ويوم راس السنة عيلة تارو بتطلع تروح المعبد وشغل الكفر والزندقة بتاع الملحدين ده، بس تارو بيبقى متفق مع مادو انه يقابلها بعد نص ساعة علشان هيكون اهله مشيوا، لكن بيتصدم بانهم موجودين بدري اصلا، واخته اما بتشوفها بتفضل تضحك وتغتت عليها، ومادو بتيجي تسلم عليها وعلى عيلته كلها، وبتفضل لازقه فيهم طول القعده في المعبد لحد ما اخته تارو بتوجب معاه وبتقترح عليه ان مادو تيجي عندهم البيت، ومادو بتوافق في ثانيتها، وهناك اخته بتضيفها وتاكلها وتشربها، وبتبدا فقره غلاسه الاخوات بقى، وبتقوم مطلعه صوره العيله، وبتوري مادو صورة تارو وهو صغنن، وانه من يوم ما اتولد وهو عيل نكد وضارب بوس شبرين كده وكاره الحياة كلها، ومادو بتشوف ان كيوت لان القرد في عين حبيبته غزال والحب اعمى والكلام ده كله، واخت تارو مش بتبطل جدعانة وبتعمل نفسها رايحة مشوار، وبتسيب تارو ومادو مع بعض، وتارو بيستغل الموقف وبيخليها تغسل هي المواعين وتنظف البيت. الله عليك يا ابني وعلى افكارك الغبية.
بعدها بتدخل اوضته وبتكتشف انه عيل ذكي من كتر الجوائز اللي خدها في العلوم والابحاث، ما تعرفش انه عامل الابحاث دي عن القتل وتشريح الجثث. وبعد فتره الدراسه بترجع واهل تارو بيوصلوا للمدرسه، وهناك مادو بتبقى مستنياه بكل حب وحماس، وهو بيستغرب كل الحب ده وبتاخده بالحضن، ودي بتكون بدايه حبهم العلني لبعض يا معلم قدام الناس. وفي اليوم الاول في الدراسه في سنه تالتة اعدادي بقى، عمنا طارو بيدخل السنه بكل اشراك وحيويه وايده مكسوره، يعني مفيش افقر من كده على وش الارض. وبيبقى محور اهتمام النسوان كلها بتتلم عليه علشان تساله ايه اللي حصل، وكيرو السمب من الغيظ بيفضل يزعق ويقول لطارو هتفكر نفسك انك بقيت حاجه يالا. اما مادو فبتقول لطارو انها هتفضل جنبه ويناديها بس لو هو احتاج اي مساعده. وفي الفسحه الاستاذ بينادى على طارو ويقول له انه يخلي حد من الفصل يساعده في الكتابه مع المدرسين، لان ايده مكسوره مش هيعرف يكتب بيها. وبما انه قريب من ماضو فبيطلب منها المساعده، لكن تارو بيعمل فيها 7 رجاله في بعض وبيقول للاستاذ انا مش محتاج مساعده من حد، وماضو دي اصلا انا معرفهاش وماليش اي صله بيها، وبيسيبها وبيمشي. وبيكتشف ان ماضو اصلا يا دوبك جنب الباب وسامعه كل حاجه، وبتتقمص ومش بترضى تكلمه طول اليوم وبتتجاهله لحد ما بيجي زي الكلب يعتذر ليها، وبيفهمها انه قال كده للاستاذ علشان مش عايزه تخليها تشيل الهم، وكمان عايزها تركز مع نفسها. ومادو بتعرفه انها هتبقى مبسوطه بمساعدته اصلا، وبيفضل على الحال ده 3 اسابيع كده كاملين، ومادو حرفيا عامله نفسها خدامه لطارو. وفي حصة الاقتصاد المنزلي بيتقسم الفصل لمجموعات، وهناك كل مجموعة بيتطلب منها انهم يعملوا كيك، وما شاء الله ست البيت الشاطرة جدا مادو مش بتعرف حتى تكسر بيضة، يعني البنت دي مفيش منها شاف عليها غير جمالها وبس. وعلشان كده بيطردوها، وباقي المجموعة بيعملوا هما الكيكة، وهي بتروح تحكي مع لينا التخينة، واللي بتعرف انها راحت مع الولد اللي بيكراش عليها المعبد. وهناك خدت الصدمة لما شافته مربي شعر دقنه ومنظره كان متخلف، وقرفت منه ومعرفتش تقوله ازاي بأدب انه يحلق المنظر المعفن ده. وعلى ما بيفضلوا يحكوا مع بعض الكيك بيجهز، وبيعملوا احلى بترول مفحم حرفيا، يا ريت محدش منكم يدخل المطبخ تاني. وبيتجهوا عصافير الحب مادو وطارو للمكتبة، وهناك بيفضلوا يحكوا ويهزروا، وطارو بيوري مادو صور عشوائية على تليفونه، منها الصور اللي صورها للتلج علشان يبعتها ليها قبل ما يقع من فوق ويتكسر ايده. ومادو اول ما بتفهم ان ايده اتكسرت بسببها بتحس بصدمة وعبء كبير، وطارو بيضرب نفسه مليون جزمة على انه قال لها، وبيفضل يهدها وانه مش هي السبب ولا حاجة، هو اللي غبي. وتاني يوم تارو بيحضر وبيبقى زعلان لان مادو ما اتكلمتش معاه على الواتس زي كل يوم، ده حتى في المدرسة اصحابها بيسألوه هي مادو مالها قلبة وشها من امبارح ليه، وهو بيفتكر انها زعلانة علشان قلقان عليها، لكن بيطلع انها ضيعت الميدالية الهدية اللي كان جايبها لها اساسا. وعلشان كده تارو بيقوم عامل فيها تامر حسني، بس هو في الحقيقة تامر حزن، وبيمشي في الشوارع وسط التلج يدور على الميدالية. وبيقابل مادو في الشارع وهي بتعيط وتقوله انها قلبت عليها الدنيا وما لقيتهاش، بس هو بيطمنها وبيقول لها انهم هيلاقوها حتى لو في قارة تانية. وفجأة سبحانك يا رب بيلاقوا ان الميدالية متعلقة في شجرة في الشارع عادي كده. وبالمناسبة دي تارو بيحس انه قرب يعيا من كتر البرد، ومادو بتلاحظ ده فبتقول له ان بيتها قريب وبتعزمه انه يجي عندها دلوقتي. وتارو السيمبي بيوافق انه يروح لبيت مادو، وهناك مادو بتغطسه في بانيو ميه سخنة وبتعامله معاملة الفرخة المسلوقة حرفيا، وبتسيب ليه هدوم حصة الالعاب بره علشان يغير ويلبسها. وهو اول ما بيطلع من الشوربة دي اقصد من الحمام بيلاقي الكلب بتاع مادو هجم عليه، والكلب بيبقى مصمم يقلعه لا مؤاخذة البنطلون، وبيبقى منظره اخر عرة، ومادو بتفضل تصوت عشان الكلب يسكت والدنيا بتبوظ خالص. وبعد ما الهبل ده بيخلص مادو بتروح تحضر شوربة، بس شوربة اكل مش شوربة تارو، وبتفضل تحكي معاه وتوريه البوم الصور بتاعها وهي صغيرة. وتارو بيبقى عايز يصوت من جواه لانه حرفيا مفيش صورة لمادو الا وهي بتاكل فيها، وهو نفسه يعرف هي امتى مش بتبطل اكل. وبيشوف كمان ان في بيانو عندها في البيت، وبيسألها اذا كانت بتعرف تعزف، وهي بتعرفه انها اتدربت سنة واحدة بس، وانها متدربة على 100 مليون رياضة تانية، بس هي بتسيب كل حاجة ومش بتكمل علشان هي افشل من كل الناس، فبتفضل تعيط. واهلها مش بيحبوا يشوفوها زعلانة فبيودوها تاكل وخلاص. وفجأة مادو بتفضل تبكي وبتقول ان كل الناس بيحبوها وواقفين جنبها، وان ده مخوفها لانها مصدر عبء وهيجي يوم يزهقوا منها ويسيبوها، فبتصعب على طارو وبياخدها بالحضن يا معلم. ولانسة مادو بتبربر على الهدوم وحاجة اخر قرف، واول ما بتهدى بتمسك التليفون وبتلاقي رسالة من امها مكتوب فيها انها جاية في الطريق. ومادو بتتوتر جدا ومش بتعرف تتصرف ازاي ولا تقول له امها ايه، وانها جايبه واد معاها البيت فبتخبيه بسرعه في اوضتها. وعلى ما امها تدخل البيت، وساعتها اول ما امها تنشغل وتهرب تارو من البيت بسرعه، وتارو بيركب الاسانسير فبيلاقي قدام راجل طالع من انمي هجوم العمالقه، لدرجه ان راسه مش باينه من كتر ما هو زرافه. والراجل ده بيلاحظ المكتوب على هدوم الالعاب اللي لابسها تارو لان مكتوب عليها مادو، وتارو اصلا بيكون هرب من الخوف لانه افتكر ان الراجل ده عفريت ولا حاجه. وفي المدرسه تارو بيروح بعد ما اخيرا فك الجبس، وبيلاحظ ان ايده بقت واحده حلوه وتمام، والتانيه بقت رفيعه وضعيفه، ده غير ان صوته بيفضل مبحوح بطريقه غريبه. وبيبقى كاره وجود مادو حواليه لانه مش عايزها تشوفه في الحاله المعفنه دي، لحد ما بيسمع شله مادو وهم شغالين يتكلموا عن عيد الحب وانه خلاص هيجي بعد اسبوع اساسا.
وبيبقوا عايزين يضربوا صحوبية مع بنات الفصل التانيين علشان ياخدوا شوكولاتات ببلاش وشغل الفلح ده. بس نونا الخبيثة بتقترح انهم يروحوا لعند بيت ماضو علشان كبير ويعملوا هناك شوكولاتة كتير، وبتروح تعزم طارو عزومة مراكبة عشان هي بتحب توقع راسين في الحلال وعايزة ماضو وطارو يرتبطوا رسمي. وبالفعل بعد يومين الشلة بتتفق انها تروح عند بيت ماضو، اما طارو فبيبقى عايز يرجع في كلامه بسرعة من كتر التوتر وبيلف ويمشي، لكنه بيلاقي نونا في الطريق اللي بتسحبه من قفاه وبتوديه البيت غصب عنه وبتنصحه انه يتعادل شوية لان اهل ماضو ناس صعبين حبتين. والشلة بتدخل البيت وبيسلموا على الحاجة ام ماضو، واللي بتتقرف اول ما بتشوف ان في واد في الشلة ونونا من غير سابق انذار بتقول له ام ماضو ان ده الاستاذ طارو حبيب ماضو. وفي الثانية دي طارو بيتمنى انه يموت او حاجة وبيدخل مع الشلة يحضروا الشوكولاتة على ما ماضو تحكي مع امها، وده لانها ممنوعة من الطبخ والا هتولع المطبخ. وفي الاثناء دي نونا بتفضل لازقة في طارو وماضو، اول ما بتشوف ده دمها بيتحرق من الغيرة. واول ما بيشوف نظرات ماضو الباردة دي بيخاف وبيعمل نفسه رايح الحمام، وهناك بيقرر انه خلاص يمشي من غير ما حد يلاحظ. لكن ام ماضو بتقفشه قبل ما يهرب وبتفضل تستجوبه وهو بيعرفها انه مش حابب ماضو ولا حاجة وان نونا بتغلس مش اكتر. وماضو بتبعد امها عنه وبتتحايل عليه انه يقعد شويه كمان وهو بيوافق. واول ما بيدخل بيلاقي العملاق المدرع قدامه وبيكون قاعد يطبخ شوكولاته مع البنات، وبيطلع ان ده الحاج ابو ماضو وشغال شيف في مطعم فرنسي مشهور. وطارو بيفتكر ان ده نفس الراجل اللي شافه وهو نازل من الاسانسير وخلى قلبه يقع في كعب رجله من الخوف اساسا، خصوصا لما بيبص جنبه بيلاقي ان ابوها ده مطلع ليزر من عينه حرفيا. وطارو شويه ويتصل بامه يودعها الوداع الاخير من الرعب. بعدها العملاق المدرع بيطلع ويقف قدام طارو الغلبان وباكتر صوت مرعب في الدنيا بيساله اذا كان بيلعب بلاي ستيشن، وطارو وقتها بيرد عليه وبيقول له ايوه. وفجاه طارو بيلاقي نفسه قاعد مع الحاج ابو ماضو بيلعبوا فيفا 2005. يعني الحاج طلع نغش وفرفوش بس هو مرعب حبتين 3 مليون كده. وبعد شويه الشوكولاته بتجهز وماضو بتدي طارو نصيبه من الشوكولاته، وبكده هديه عيد الحب تبقى خلصت من عليها. وبينتهي اليوم وطارو بيروح مع شوشو ونونا، ونونا بتمسكه تهزاه وتقول له يا انت رحت من ورانا بيت ماضو امتى وازاي حفظت المكان وكمان عارف بيتها في الدور الكام. وطارو هنا بيفهم انه خلاص اتكشف رسمي. وتاني يوم في المدرسة ماضو بتمسك شنطة كبيرة وبتفضل تلف في المدرسة كلها حوالي 5 ولا 6 مرات علشان تجمع الشوكولاتة من كل الفصول، ولا كأنها فاتحين صدقة شوكولاتة ولا حاجة. وبتروح الفصل والكل هناك بيبقى جايب شوكولاتة ببلاش للكل علشان ياكل، بس كيرو السيمبي بيبقى مصمم ان البنات جايبة ليه شوكولاتة مخصوص كتعبير عن الحب، مع ان هو اصلا مش لاقي كلبة تف في وشه حتى. وبيفضل على الحال المريض اللهبل ده طول اليوم، بينما طارو وماضو بيروحوا المكتبة يلعبوا شطرنج. لا ده مش شطرنج عادي يا صديقي، ده بيلعبوا شطرنج بالشوكولاته من كتر ما هي كتير معاهم. لحد اخر اليوم طارو بيبقى زعلان انه ما خدش شوكولاته مخصوص من ماضو، وبيبقى ماشي في امان الله ومروح بيته. بس بيلاقي ماضو وشلتها عايزين يراقبوا البت التخينه والكراش وهي بتديله شوكولاته، وان قد ايه الموقف رومانسي وهو بيتعصب اكتر. وبيروح بيته عادي، بس ماضو بتفضل لازقه فيه وبتركب وراه على العجله بالرغم من انه متعصب اساسا. وبتخليه يقف عند محل الحلويات بالرغم من كمية الشوكولاتة اللي تكفي مجموعات أفريقيا اللي معاها دي كلها، إلا إنها بتدخل تشتري شوكولاتة تانية. وتارو أصلا بيترعب من الأسعار اللي بيشوفها دي، ومن بعد ما ماضو بتشتري قالب كيك تاكله لوحدها بتروح تعزم على طارو وبتلزق فيه الكيكة في وشه. بعدها بتقرر إنها تروح البيت خلاص، بس بتقف في نص الطريق وبتمسك حبة شوكولاتة بتفضل مبحلقة فيها وهي زعلانة، بس فجأة بتلاقي طارو قدامها وبيكون ماسك علبة بسكوت شمعدان وبيديها لها كهدية عيد الحب، وبيهرب بسرعة من الكسوف وبيروح البيت. وبيفضل يدبدب في الأرض من كتر الإحراج لأنه فاكر إنه عمل حاجة محرجة جدا، لحد ما بتجيله رسالة من ماضو إنها واقفة مستنية تحت بيته. وهو بينزل لها وبيفضل يتمشى معاها في الشارع مع الكلب بتاعها، وماضو بتبقى متغيرة ومش على بعضها كده ومش عارفة تقول كلمتين. فبيقوم طارو سائلها هو في ايه مالك، وهي بترد عليه السؤال بسؤاله إذا كان في حد عطاه شوكولاتة النهاردة، فبيعرفها لأن محدش تف في وشه حتى. وبيسألها إذا كانت هي عطت لحد شوكولاتة، فبتقوم مطلعة من شنطتها شوكولاتة وبتعيط لأنها حاولت تعمل كده كتير وكل شوية بتبوظ منها، ودي آخر نتيجة وصلت لها. وطارو بيكبر بخاطرها وبياكل الشوكولاتة وبيقول لها دي أحلى حاجة كلتها في حياتي، وبياخدها بالحضن علشان تسكت. أما في المدرسة كيرو العبيط السمب بيفضل يتفشخر وبيقول يا ترى رجع هدية الشوكولاتة في اليوم الأبيض للبنت اللي عطتنا شوكولاتة فيها حتة مكسرات على شكل قلب. وبيبقى منظره عبيط، بينما فعليا طارو بيبقى مش عارف يجيب ايه الماضو في اليوم الأبيض ده اللي فضل عليه شهر أصلا. وكيرو بيفضل لازق فيه ومش بيديله فرصة يفكر، وبيقول له تعالى هاخدك لواحد صاحبي كل البنات بتتلم عليه، وبيتصدم ان ده تامر اساسا، وتامر وطارو علاقتهم مش احسن حاجة مع بعض. وفجأة مادو بتشاور لطارو من الشباك وبتلاقي تمورة، فبيجري بسرعة تقفل الشباك وبتمسك طارو من قفاه وبتجري بيه. وبيتمشوا مع بعض في الشارع، ومادو بتعرف طارو انها معاها تذكرة لحضور فيلم في السينما ببلاش وبتبقى عايزة تعزمه لكنها مكسوفة منه.
وهو في الاخر بيوافق وبيفضل يتمشى معاها لحد ما بيروحوا المول، وهناك طبعا الانسه مضوا همها على كرشها، فبتلاقي في اول محل بيبيع وجبات سريعه وبتدخل تطلب من غير حتى ما تستأذن تارو، وتارو الغلبان بيمشي وراها بس بيتفاجئ ان اصلا اخته شغاله في المحل ده. ويا مساء الغلاسه والغتاتة والتحفيل اللي هيحصل عليه، واخته اول ما بتشوفه بتفضل تعايره وبتقول له انتوا لحقتوا تخرجوا في مواعده غراميه، وهو بيحلف لها انهم خارجين عادي والله مش شرط تبقى ديت ولا حاجه. وبيروحوا يقعدوا على ترابيزه واخته بتديهم الاكل وبتبص لهم بصت بالسم الهري يا جدعان، والبقره مضو بتمسك الاكل وهو مولع وبتاكله وبتعض اصابع الندم ورا الحركه دي، وتارو بيعلمها انها المفروض تسيب الاكل يبرد بعدها تاكله كانها لسه مولوده ملهاش اسبوعين. وبيبقى قاعد طول ما هو في المطعم متوتر لانه مش متعود يتفرج على حد وهو يعرفه وهو بيتشال، علشان كده مادو بتقول له تعالى شوفني وانا ورايا تصوير بكره الفيلم، وهو وقتها بيوافق وبياكلها في بقها كمان. ومن بعدها بيتجهوا للسينما علشان يشوفوا الفيلم اللي معاه تذكره ببلاش ده، ومن بعد ما مادو طبعا بتجيب شكاره فشار، بس عمنا تارو بينام في نص الفيلم ومادو بتطلع هي متاثره وبتعيط لان البطل والبطله سابوا بعض في نهايه الفيلم. وتاني يوم تارو بيصحي اخته مخصوص علشان يسالها اذا كان الاوتفيت اللي لابسه النهارده طرش الطرش ولا لا، وهي بتقول له عظمه وخلاص. ولما بتركز في المنبه بتلاقي ان اخوها طلع بدري في عز الصبح كده ليه، وهو بيبقى رايح يستعد علشان يشوف مادو في جلسه التصوير، لكن الاول بيعدي على محل حلويات يجيب ليها كام هديه كده علشان يفرحها بيهم. ولما بيوصل موقع التصوير بيلاقي مادو في قمة جمالها ودلالها، بس اما بيبص على المكان حواليها والناس والاجواء بيحس انه في طبقة وهو في طبقة تانية خالص. وهو بيجيله حالة نفسية وبيمشي بسرعة بيروح يقعد كئيب كده في حتة قريبة من مادو، وبتجري وراه وبتسأله هو ليه هرب فجأة، وهو بيستغرب انها لاحظت ده اساسا وايه جت وراه. ومادو بتقعد جنبه وبتفضل تفضفض لانها ما كانتش مرتاحه في شغلها ودايما بتتهزق بسبب انها مش بتعرف تعمل حاجه عدله، بس من بعد ما هو قال لها انها جميله ومدحها في الشغل وهي بقت تحب الشغل اكتر وبتمسكه من ايده وبتجره وراها. وبتعرفه على شاب موجود هناك، والشاب ده بيفضل يبص لتارو بنظرات مرعبه، وبيطلع ان الشاب ده هو وكيل اعمالها وشكله مش مريح اطلاقا. واحساس تارو بيبقى على حق لان الشاب ده بيمسك تارو بيقول له ان مادو بنت مشهوره ووجوده جنبها هيوقف سوق شغلها، بس تارو بيقول له يا اسطى ما تكبرش الموضوع احنا مش بنتواعد اصلا. والشاب ده اول ما بيعرف كده بيرتاح نفسيا، بس شكله منشن على ماضو ومعجب بيها في السر. وبعد كل الدراما دي تارو بيروح بيته، وهناك بيلاقي اخته مشغله الفيديو بتاع خطاب التخرج وشغاله تضحك وتقول انه من هنا ورايح تارو هيبقى عنده شعبيه في المدرسه. وبيطلع ان اخته عندها حق لان لما بيروح المدرسه تاني يوم البنات بتتلم عليه وكل حاجه، بس بيسمع شوش وهي بتقول لمادو انهم خارجين للكاريوكي بعد المدرسه، وبيعزموها هو كمان، لكن بيعمل فيها عيل كاريزما وبيرفض، بس بيتصدم في الاخر ان فريق كرة السلة بتاع الاولاد رايحين كمان للكاريوكي، وهو مش عايز يسيب مادو مع الشباب لانه بيغير عليها، فبيلاقي نفسه بيجري حرفيا ورا الشلة دي كلها وبيفضل مراقبهم طول ما هم قاعدين في الكاريوكي، لحد ما بتيجي شلة بنات تقول له ازيك يا استاذ تارو احنا معجبين جدا من الخطاب اللي قلته في المدرسة، وبيدخلوا اوضة الكاريوكي غصب عنه، وهو بيتفضح انه موجود وهو من الكسفة بيهرب لان شكله بقى عبيط ومتسلل، بس مادو بتيجي وبتفضل تهزر معاه وتطلعه من مود الاكتئاب والعرضة وبتوديه مع الشلة بتاعتها وبتدبسه في اغنية كمان. وتاني يوم في المدرسة لينا التخينة بتروح تكلم تارو في موضوع، بس مادو بتراقبهم من كتر ما هي شايطة من الغيرة، ريحة الشياط بتوصل لينا فبتروح تكلم مادو بدل تارو، وبتعرفها ان الواد اللي بيكراش عليها عازمها في خروجه واقترح عليها انها تعزمهم هما الاتنين بالمرة، ومادو بتوافق علشان ده ساعتها هيبقى ديت مزدوج. وتارو ولينا بيبقوا راكبين في نفس المترو مع بعض، وتارو بيعترف للينا انه مش عارف لحد دلوقتي هيجيب ايه هديه لمادو في اليوم الابيض، وبتقرر انها تساعده وبتفضل تلف معاه على هديه، بس للاسف مادو وحبيب لينا بيوصلوا وبيفهموا الموضوع غلط وبيفضلوا طول الطريق للمطعم مولعين من الغيره. ولما بيوصلوا هناك الواد بيدي لينا طقم معالق وشوك وسكاكين للاكل بما انها بتحب الاكل كهديه، وتارو لسه عيل عبته ما جابش اي هديه لمادو. وبعد ما بيخلصوا اكل بيبقوا الاربعه ماشيين مع بعض، ولينا التخينه بتسحب حبيبها وبتقول لتارو انهم رايحين يشتروا شويه حاجات، وبتكون عامله كده علشان تسيب الجو فاضل تارو ومادو بتمسك تارو من ايده وبتجرجره معاه للحديقه وبتفضل تحكي معاه وتفهمه انها راحت مع حبيب لينا الصبح، وده علشان تساعده يجيب هديه لينا في اليوم الابيض. فبيقوم تارو مستغل الفرصه وفتح شنطته وعطى مادو الكيكه اللي هو عاملها بنفسه في البيت، ومادو المفجوعة التفصة بتفرح وبتفضل تاكل زي الجاموسة، وهو بيقول لها كلي على مهلك، لحد ما بنكتشف ان في كيس جوه الكيكة اصلا، وجوه الكيس انسيال فضة وبيكون هدية من تارو ومادو، بتتصدم وبتطلب من تارو ان هو اللي يلبسه ليها مخصوص، ومادو من الفرحة بتفضل تعيط. وبعد ما خلاص اليوم الابيض ده بيعدي على خير، تارو بيروح المدرسة تاني يوم وبيلاقي كيرو السيمبل عبيط جاي ومعاه هدية لنونا لانها عطته شوكولاتة امبارح فيها حبة مكسرات على شكل قلب. ومش كفايه انه عبيط، لا ده كمان جاي يديها الهديه بعد الهنا بسنه، وبيبقى خطته انه يحطها الهديه في الخزنه بتاعه المدرسه ويهرب بسرعه. ولما بيروح يعمل كده فعلا الهديه اصلا بتقع في الارض، وهو بيكون مشي خلاص، فعمنا تارو بيحب يستجدع معاه ويحط الهديه هو في الخزنه،
بس امه بتبقى داعية عليه لان نونا وماضو بيكونوا معديين اصلا من قدامه، وخصوصا ماضو اللي دمها بيتحرق اما بتشوف ان تارو بيحط هدية لنونا. ونونا بتفتكر ان تارو عايز يدي هديه لماضو عادي وغلط، لكن فجاه بتلاقي كيرو قدامها وامه سحباه من قفاه وبيضطر انه يشكرها على الشوكولاته وهو ماشي، وهي بتقول له يا عم ما انا اديت المدرسه كلها شوكولاته عادي يعني ما جاتش عليك، وامه بتاخده من قفاه ساعتها وبتمشي. ونونا بترجع الهديه لماضو لانها فاكراها بتاعتها، ولحد دلوقتي تارو مش بيعرف يوضح لهم الموقف، فبيضطر انه يسيبه سر وخلاص وبيعديها. بعدها المستر بيعرفهم انهم هيتنقلوا لفصل جديد وانهم هيفرقوا الشلل والمجموعات المتصاحبه على بعض، وشوشو بتعمل نفسها ذكيه وبتشتم في اصحابها قدام المستر وتقنعه انهم بيكرهوا بعض علشان يخلوهم يقعدوا مع بعض عادي، بس المستر بيقول لها ماشي هنفرقكم وبيسيبهم وبيمشي. وبكده تكون بوظت الدنيا رسمي، يعني يا ريتها ما فتحت بقها من الاول اساسا. وبعد اليوم اللي يجيب شلل ده كله الكل بيروح بيته، وتارو بيبقى خارج بره وبيكلم ماضو على الواتس، وبيطلع انها عليها جلسة تصوير وخلاص مروحة، وهو كمان في الشارع، فبيقرر انهم يتقابلوا وبيفضلوا يتمشوا مع بعض في لحظة رومانسية. لكن تارو بيحس ان في حد بيراقبهم وبيخاف جدا، لكنه بيضطر يعمل فيها شجاع ويحمي ماضو بأي طريقة، فبيلف وراه علشان يعمل نفسه درع ويحمي ماضو. وفي الاخر طلع اللي ماشي وراهم ده هو الحاج ابو تارو، وكان جايب لهم تورتة عيد الميلاد. وماضو بتتصدم اما بتعرف ان النهارده عيد ميلاد تارو، وبتلومه لانه ما قالهاش قبل كده، وابوها بيعزمها في البيت انها تيجي تحتفل معاهم. وهي طبعا بتوافق وبتروح هناك، بتلاقي اخته مستقبلاهم وعامله لهم حفله طرش الطرش. وفي اثناء ما الدنيا ولعانه اخت تارو بتقترح ان مادو تبات عندهم، وبيخلوا الحاجة ام تارو تتصل بالحاجة ام مادو وتعرفها ان بنتها هتبات عندهم، لكن مش بيعرفوها ان ده بيت تارو اساسا، وقالوا لها انها واحدة صاحبتها. ومادو يا معلم بتبقى هتنام في الصالة بعد ما فرشوا ليها بطانية على الارض، وفي نص الليل كده تارو بيبقى معدي يشرب بقه مية، فبيلاقي ان مادو لسه صاحية وبتذاكر وبتحفظ دور لان عليها جلسة تصوير بكرة، وبيفتكر انها قاتلة نفسها شغل، لكن بتوضح له انها بس بتراجع الدور، وده لان مش جاي لها نومه. بالمناسبة دي بتخليه يقعد جنبها ويحكي لها قصة حياته من طقطق لسلام عليكم، لكن الراجل وقتها مش بيكمل كلمتين على بعض، وبتكون مادو دخلت في غيبوبة حرفيا. والصبح طبعا مادو بتصحى من الغيبوبة وبتستعد انها تمشي علشان خلاص، وهي مسافرة رايحة تصور فيلم مع ممثلين مشهورين جدا. وتارو بيودعها وبيروح يخرج مع اصحابه بعد كده، وبيلاقي ان في واحده اسمها يوري حديثه الساعه، وكله بينم عليها لانها راحت باتت عند بيت زميلها، وده زي ما مادو عملت كده بالظبط. ويعاني تارو اللي هو ما بتقف في زوره، ومن الخضه اصلا بيحس ان كده بيوقف شغل مادو، وبيفتكر كلام مدير اعمالها لما قال له انه كده بيقف في طريق مستقبلها، وانه كده هيوديها في داهيه، وبيحس انه بيندم فعلا. وبيروح البيت بيلاقي ان مادو شغاله تكلمه فيديو كول وتوريه مكان التصوير والفندق اللي نازله فيه، وانه ازاي فاخر، بس تارو مش بيبقى مبسوط، وبيبقى عايز يقلل اي كلام معاها، وبيبقى عايز يقول لها كلام مشجع، بس في الاخر بيبعت لها رساله سخيفه جدا من كتر ما هو لسه مكسوف. احنا خلصنا موسمين من الانمي وانت لسه مكسوف يا استاذ تارو، ما تنجز كده واعمل اي حاجه بوشك ده. اما بالنسبه لمادو العبيطه اصلا فبتفرح بالرساله وخلاص، بينما تارو بيقعد يقلب في حسابها على الانستجرام، وهناك بيلاقيها منزله صوره في بيته، وده خطر عليها بسبب المعجبين المهووسين بيها. ولما بيدخل التعليقات بيلاقي ان فعلا في ناس مجنونه عندها منهم اكونت اسمه الخنزير الندل، واللي شغال يشتمها ومراقب حياتها كلها. ولما تارو بيخش يشتم صاحب الاكونت بيلاقي انه اتعمل له بلوك، وتارو بيحلف انه يجيب صاحب الاكونت ده في شوال. وبتبدا مادو تصور وبتتقن الدور لدرجه انها فجاه بتقعد تبكي من غير ما حد يطلب منها حتى ده. وتاني يوم مادو بتتصل بتارو علشان توريه الفيو على البحر، والدنيا بتبقى ربيعة والجو بديع، وفجأة تارو بيلاحظ ان في حد جاي من ورا مادو، وتليفونها بيغرق في البحر فجأة، وبينقطع الاتصال لمدة يوم كامل. وخلال اليوم ده تارو حرفيا بيتجنن ومش بيعرف يعيش حياته، وكل السيناريوهات الوحشة اللي في الدنيا بتعدي على دماغه، وبيبقى قلقان على مادو جدا لدرجة انه بيروح لعند بيتها علشان يشوف ابوها، ومن خلال ملامحه طبعا هيعرف اذا كانت مادو بخير ولا لا، لكن ابوها مش بيدي اي رياكشن في الحياة، كأنه وشه ثابت. بس بيمسك تارو وبيخليه يدخل البيت، وبيعمل طبق شوربه ويكون ألذ حاجه تارو شربها في حياته. وسبحان الله موبايل الاب بيرن وبيعرف انه بيكلم مادو، والاب بيقول له ان مادو عرفته ان تليفونها وقع في الميه ومش هتعرف ترد على حد، وتارو من غير ما يحس بيجري يخطف تليفون الاب علشان يسمع صوت مادو بس. ومادو زي العبيطه بتنهار وبتشرح لتارو ان امها جت فجاه واتخضت والتليفون وقع منها في الميه وباظت، وتارو بيفهم ده وبيقف في وش ابوها وقتها وبيعرفه انه بيحب مادو، ومادو برضه بتقف في وش امها وبتعرفها انها بتحب تارو. والحاج ابو مادو بتكون ردة فعله على الكلام ده هو انه يدي يوزر البلاي ستيشن بتاعه ويقول له بدخل العب جيم معايا. وبتعدي اجازة الرابعة، وفي يوم ما تارو بيبقى قاعد وفتح حساب مازو على الانستجرام بيلاقي ان الخنزير الندل رجع مرة تانية، بس المرة دي بيدي تلميحات انه لقى مادو وانه خارج معاها، وتارو بيجري في الشارع زي المجنون علشان يقابل مادو.
بس هو بيلاقيها خارجة مع صاحبتها عارضة الأزياء اللي أشهر منها، وفي ثانيتها بيفهم إن الحساب العبيط ده بتاع البت المجنونة دي، ومادو بيهزها وبيعرفها إنه عارف كونها حقودة، وبيهددها إنها ما تنشرش أي معلومة شخصية عن مادو إلا هيجيبها في شوال. والبنت بتتعصب وبتجري بسرعة، بينما مادو بتضحك على تارو علشان جايب فردتين جزم مختلفين عن بعض. وخلاص الأجازة والمرقعة بيخلصوا وبنرجع للمدرسة من تاني، وهناك تارو بيحاول ما يفكرش في موضوع تغيير الفصول ده قوي، لكنه بيروح فصله في امان الله وبيتصدم ان مادو معاه في نفس الفصل، وبيعمل فرح حرفيا في دماغه، وبيطلع ان الشله كلها اصلا مع بعض في نفس الفصل ما عدا كيرو السمب. ودي احلى حاجه حصلت. بس هناك بيبقى في اتنين جداد لازم مادو وتارو ياخدوا بالهم منهم، وهي توتا ام شعر بنفسجي وريما الشقره، واللي شكلهم كده بنات بتوع مشاكل وبصين بنظرات غريبه طول الوقت على تارو ومادو. وتارو اصلا بيبقى مقرر السنه دي ان هو يبعد عن مادو في المدرسه قدر الامكان علشان ما يأذيهاش في شغلها. وبعد ما الحصص بتخلص وبيجي وقت الاستراحة، عمنا تارو بيبقى قاعد في أمان الله، ومادو بتيجي لحد عنده وبتديه هدية عيد ميلاده، بس هي متأخرة شوية. وهو بيفرح بس بيسمع حد جاي في الطريق، فبيضطر يستخبى هو ومادو تحت مكتب المدرسين، وبيطلع إن نونا وتوتا وريما قاعدين بيحكوا مع بعض. ونونا بتعرف البنتين إن تارو قريب جدا من مادو، وتوتا تقريبا لابسها جن وعايزة تعمل حفلة مواعدة لتارو ومادو، وهتعرف المدرسة كلها زي ما عملت قبل كده، وكانت أكتر حاجة كرنج ومحرجة في الدنيا، لدرجة إن الاتنين اللي عملت لهم كده انفصلوا تقريبا عن بعض. والتلاتة بيفرحوا بحوار الحفلة ده وبيبقوا مصممين عليه، وهنا تارو بيدرك انه لازم يبعد عن مادو اكتر من كده، لكن الحوار ده بيفشل تقريبا لانه بيقعد مع مادو في المكتبة، وهناك ريما بتشوفهم قريبين من بعض، ومن الخضة بتوقع كتب وبتمشي. ولما بيجي وقت تحديد الاماكن في الفصل، تارو بيلاقي نفسه انه قاعد جنب الشباك وبيفرح لانه بيحس نفسه بطل الانمي حرفيا. وبيبص بيلاقي ان مادو قاعدة جنبه، وده مش بالصدفة، ده ريما بتعمل نفسها بتوقع راسين في الحلال، وبتبدل مكانها مع مادو علشان تقربهم من بعض اكتر. وفي خلال اليوم الدراسي مادو بتمشي من المدرسة بدري وبتنسى ترجع لريما الكتب بتاعتها، وتارو بيروح يرجعها ليها لكنه بيقرأ رسالة كانت مادو كاتباها لريما، وبتوضح فيها علاقتها بتارو وانها حابة تخليها سر. وفي اليوم اللي بعده الميس المجنونة بتعرف العيال في الفصل ان المهرجان الرياضي فاضل عليه 19 يوم و20 ساعة و15 دقيقة و33 ثانية، ولازم يستعدوا علشان فصلهم هو اللي يكسب، ولازم تجلدهم لانهم السنة اللي فاتت خسروا وكان شكلهم عرة قدام باقي المدرسين. وبيجي واد سرسجي من الفصل فجأة بيقرر يقف قدام تارو وبيقول له خليك انت القائد بتاعنا في معركة الفرسان، وتارو مش بيبقى فاهم اشمعنى هو. ولما بيقاوح الواد السرسجي بيقول له انت هتصدعني ولا ايه، لا غور بقى من وشي. وتارو بيفكوا من الموضوع لحد ما كيرو بيجي يكلمه، وبيفضل يقنعه انه فعلا يشارك في معركة الفرسان ويبقى القائد ويتحدى ساعتها، ويبقى مصمم جدا على الموضوع ده علشان ياخد منه مادو لانه وقع في حبها، وتارو مش بيعبره وبيروح فصله، بس مادو بتمسكه وبتعري ايده، وبتكتشف انه لسه متصاب من السنة اللي فاتت لانه حاول ينقذها من بعد ما كانت هتقع فوق راسها، وبتحس بالذنب اتجاهه. وتارو مش عايزة تفتكر انه ضعيف ولا حاجة، فبيقرر انه يروح يتدرب ويعمل رياضي لحد ما المهرجان يبدأ. لكن في اثناء ما هو بيجري بيلاقي ان مادو موجودة في الشارع، واللي بتعزم عليه انه يجي بيتها لانها عندهم جيم صغير في البيت، وهناك بتديله الدمبل اللي ابوها بيلعب بيه. الدمبل ده كله اصلا قد وزن تارو، بس بيحب يعمل فيها شجاع المغوار وبيشيل الدمبل وبيبقى فرحان لحد ما الدمبل كان هيقع على راسه يفتقه. وبيعدوا 19 يوم وهو بيبدأ المهرجان الرياضي اللي اصلا بيبوظ بسبب ان المطر بينزل، بس الشباب بيقرروا انهم مش هيوقفوا المهرجان وعايزين يكملوا لعبة الفرسان. وتارو وكيرو بيقفوا ضد بعض، وبدل ما يقلبوها معركة فرسان بيقلبوها معركة مين اللي يفوز بقلب مادو. وتارو اصلا بيهزق كيرو لانه بتاع حريم وازاي بيحب مادو، وفي نفس الوقت كان جايب هدية لنونا. هو اي كلبة معدية بتحبها ولا ايه يا معلم؟ وبيضربوا الاتنين في بعض والاتنين بيخسروا اصلا. وتارو وكيرو بيروحوا لاوضه الممرضه لانهم وقعوا واتصابوا، وكيرو اصلا بيخرج من الاوضه بتاعه الممرضه من الغيره، بس هناك بيلاقي نونا بترمي عليه فوطه بتنشفه بيها وبتهرب بسرعه قبل ما يلاحظ. وهناك مادو بتحضر لتارو مائده رحمن من لانش بوكس وبتحكم عليه يخلصها كلها. وبعد ما بينتهي حوار المهرجان ده الميس بتدخل الفصل وتعرفهم ان في رحله مدرسيه جايه يوم 12 الشهر ده. الواحد مش عارف ايه المدرسه اللي بتعمل كل حاجه الا المذاكره دي، والكل بيبقى متحمس للرحلة ما عدا مادو، واللي بتتصدم لما بتعرف انها يوم 12 بس بتقرر انها رايحة عادي، وبتعمل نفسها ان مفيش حاجة وبتكلم تارو فيديو كول. ولما بتروح البيت بيفضلوا يجهزوا للرحلة مع بعض، لكن فجأة مادو بتقرر انها تقفل الكاميرا وبتفضل تعيط. وبيجي يوم الرحلة اخيرا، بس تارو بيبقى حالف انه يبعد عن مادو طول الرحلة علشان توتا المجنونة عايزة تعمل لهم حفلة مواعدة وعايزة تفضحهم قدام الكل وتخلي منظرهم عرة. ولما بيوصلوا لوجهتهم في الرحلة مادو بتحاول تقرب من تارو، وتارو بيعملها بكل برود وبيبعد عنها كل شوية علشان مصلحتها.
وبيروح يقعد في مكان فاضي وهناك بيشوف شوشو وبيسألها هي مال مادو متغيرة اليومين دول ومش بتتصرف على طبيعتها ليه. وشوشو بتفضل تلمح ان مادو هو السبب في اللي بيحصل فيها دلوقتي وبتمشي وبتسيبه، وتارو بيفهم ان في حاجة مستخبية بتحصل من ورا ظهره. وبالليل الطلبة بتبات في فندق صغير، ومن بعد ما كلهم بيستحموا وبيطلعوا لأوضهم، وهناك تارو بيقابل مادو، ومادو من الخضة بتوقع تليفونها وتارو بيمسكه بس بيقرأ عليه ميعاد غريب موافق يوم 12 وبيرجع التليفون ليها تاني. وفي نفس الثانية بتكون توتا المجنون رايحة تكب الوردة على مادو وتارو وتعمل حفلة مواعدة، لكن الحمد لله بتكون مادو مشيت وكيرو قاعد بيحكي مع تارو. وبالليل خلاص تارو مش بيجيله نوم وبيطلع البلكونة يكلم نفسه زي العبيط، بس اما بيبص تحت بيلاقي ان مادو ما نامتش هي كمان ومعاها رواية رومانسية بتحبها وبتفضل تتدرب عليها، لكن بتنهار وتعيط. ولما تارو بيربط الاحداث ببعض بيكتشف ان مادو كان جاي لها دور انها تمثل الرواية دي والتقديم يوم 12، بس رفضت الدور علشان تطلع معاه الرحلة، ومع ذلك هو فضل يتجاهلها وبيحس بالذنب تجاهها وبيجري علشان يعتذر لها. وبيقابلها في نص الطرقة والطرقة مش أمان بسبب وجود المدرسين وتوتا المجنونة، وهنا مادو بتضطر إنها تجيب تارو وتخبيه في أوضتها وبتغطيه ببطانيتها علشان محدش يكتشف إنه موجود، وتارو بيدعي إن ربنا ياخده من كتر الهم اللي هو فيه ده. ولما الكل بينام والبنات بيقرروا يغلسوا على مادو ويقول لها هو انت البطانيه بتاعتك كبيره زياده كده ليه، وبيكونوا خلاص هيكشفوا امر تارو، لكن فجاه بيلاقوا واد مدلدل من البلكونه والكل بيفضل يصرخ، وتارو بيشوف ان ده الوقت المناسب للهروب وبياخد بعضه وبيجري، لكنه بيقول لمادو قبلها انه عاوز يقول لها حاجه مهمه جدا بكره. وبيجي بكره وتارو بيمسك مادو وبيقول لها مشاعره وحقيقه انه عيل كئيب ومعفن وطول عمره عايش على انه احسن من باقي الناس، وانه شايف الحياة سواد في سواد لحد ما هي دخلت حياته وخلتها بامبي وبقت بسببها بيستمتع بالمدرسة وكون صداقاته، سواء فضلت في حياته او لا فهو هيستمتع بالدنيا دي وبيشكرها لانها كل اللي حصل ده بسببها هي اصلا. وبيقول لها انه بيحبها ومادو بتفضل تعيط، وتارو بيقول لها روحي بسرعة تجارب الاداء بتاعة الرواية دي لانها طلعت لسه مفتوحة لحد بكرة، وبيديها شنطة مليانة حلويات تكفيها طول الطريق، ده غير ان شوشو بتديها الرواية تراجعها في نص الطريق، وبالفعل مادو بتروح وتارو بيكمل باقي الرحلة بوقت المروح. قبل ما تارو يدخل بيته بتوصل رسالة من مادو بتقوله فيها بيستناها في المكان المعتاد بتاعهم، وهو بيفضل أصلا ساعة يفكر ايه المكان المعتاد ده، وبيفتكر انها المكتبة وبيجري على المكتبة وبيلاقي مادو هناك واللي بتبقى فرحانة بوجوده وبتمسكه وبتعترف لانها بتحبه رسمي، وبتطلب منه انه يوعدها، وتارو من الفرحة مش بيبقى مصدق نفسه وفاكر انه بيحلم، ومادو بتزيد الطين بلة وبترزعه بوسة على خده، وهو كده خلاص يا معلم بقى شهيد البوسة والاتنين بيتوعدوا اخيرا. وبكده يا معلم نكون خلصنا الانمي بتاعنا ولخصنا لك الموسم الاول والتاني مع بعض، فلو عجبك الفيديو ووصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك رايق زيك كده وتشترك في القناة، والاهم انك تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما طولش عليكم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.